السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو جديد ويوم جديد، وزي ما انتوا شايفين الدنيا خربانة خالص بالشكل ده. المطبخ بتاعي يعني عايزة اقول لكم ان مقلوب بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. مواعين في كل مكان وكوبايات واطباق وحلل. بصوا، هو كل اللي انتوا شايفينه ده والله العظيم انا مش من النوع اللي بسيب مطبخي يوصل للحالة دي. بس هو كان يوم الجمعة طبعا، وانتوا عارفين غدا يوم الجمعة، وكمان القعدة اللي بعد يوم الغدا. يعني كوبايات الشاي، ولو حد هيحلي بحاجة او كلام من ده. فطبعا ايه كنت تعبانة امبارح شوية، وكان عندي احتقان، وكنت تعبانة قوي. فبعد ما اتغديت وكده كنت تعبانة جدا، خدت دواء وشربت حاجة دافية ونمت وكده، فما قدرتش اعمل اي حاجة، وقلت خلاص انا هقوم اتشجع كده معاكم ونخلي المطبخ زي الفل. فبدأت ان انا اول حاجة بنغسلها طبعا هي الكوبايات. قبل ما بنشتغل في اي حاجة طبعا الكوبايات بتبقى اول حاجة بتتعمل. عايزه اقول لكم بقى ان وقت المواعين ده بيبقى بالنسبه لي احسن وقت بصراحه، وانا اصلا شخصيا يعني بحب غسيل المواعين قوي. حتى كل اللي يعني قريب ليا عارف عني الموضوع ده. بصراحه الموضوع بيبقى بالنسبه لي متعه، يعني مش ببقى واقفه متقدره وببقى مثلا مضطره لا خالص. يعني الموضوع عندي بيبقى بحب وكده، وانا اصلا ببقى احب غسيل المواعين. دايما من وانا صغيرة بحب الحاجة اشوفها يعني قدامي مش نظيفة، وانا اللي انضفها واغسلها وكده. فده يعني حاجة فيا من صغري. فكمان لما كبرت واتجوزت الموضوع بقى بالنسبة لي مش بس ان انا واقفة اغسل مواعين، لا، اي حاجة ببقى واقفة ان انا وانا بغسل مواعين ببقى واقفة بفكر فيها. بصراحة يعني مؤخرا، يعني الكلام ده لسه من كام سنة كده. وقت المواعين ده بصراحة بيبقى احسن وقت عندي، لاني ببقى بحب استغفر طول ما انا واقفة، وبحب اكتر يعني الصلاة على النبي وكده عليه الصلاة والسلام. والموضوع ده بيحفزني جامد، وبصراحة بسرح جدا، والموضوع بياخدني لدرجة ان انا ما شاء الله يعني ممكن اجيب عدد كبير وانا واقفة كده من الاستغفار والتسبيح والصلاة على الرسول يعني. فبجد بتبقى واقفة بالنسبة لي متعة. يعني مش عايزة اقول لكم ان الموضوع ده بجد فرق معايا جدا جدا في حياتي عموما. مع ولادي بقى ومع جوزي ومع الناس اللي حواليا. كل لما كنت يعني اتضايق او اي حاجة بتحصل بتضايقني او بتعكر مزاجي، على طول على طول بلجأ للموضوع ده. تلاقيني استغفرت وكترت من الاستغفار وكده. وده بقت الحمد لله الحمد لله، اللهم ديمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. حاجة بقت عايشة معايا يعني. واتمنى من الله ان هي ما تزولش يعني ابدا، وبل بالعكس تزيد. فبجد يعني لو اي حد حتى لو كان هيجرب كده الموضوع، يعني ياخده كده في الاول مثلا يعني مش جد وكده، بس لا الموضوع هيفرق معاكم جدا جدا. وصدقوني، ولو حد اهتم وعمل حاجة زي ديت، وكنت انا مثلا ربنا جعلني سبب في حاجة زي دي، يا ريت مش عايزة منكم غير دعوة حلوة بس. ولكم بالمثل طبعا. فاحنا يا جماعة عايشين علشان نشجع بعض على الحاجات الحلوة اللي زي دي. يعني الكلام الكتير اللي ما منوش اي لازمة ولا اي فايدة بصراحة، يعني مش حلو. ومفيش احسن من انك تفضلي لسانك معطر بذكر الله. والله انا مش، لا انا شيخة ولا اي حاجة، يعني انا بص بني ادمة زيكم، يمكن كمان اقل منكم كمان. و يعني يعني اقل من اني انا اقف ان انا انصح حد وكده، لا بالعكس. يعني دايما الواحد بيبقى محتاج النصيحة من اللي حواليه. بس ممكن يعني سبحان الله، عارفين المثل اللي بيقول يوضع سره في اضعف خلقه؟ الموضوع ده حقيقي. ممكن الموضوع ده انا اتأثرت بيه من حد عزيز على قلبي قوي. و... وقررت ان انا اتكلم مع يعني اي حد بحبه اتكلم معاه في الموضوع ده.
فحبيت ان انا النهارده برضو افتح معاكم الموضوع ده، لعل وعسى اي واحده منكم بتسمعني تكون مثلا بقالها فتره بعد عن الذكر، وبقالها فتره ما استغفرتش. وطبعا عايزه اقول لكم ان الاستغفار والصلاه على رسول والاذكار دي بتبقى حلوه جدا جدا، بتخليكي دايما هاديه. وانا عارفه ان الحياه صعبه والولاد كمان صعبين جدا، واحنا على طول دايما بنحاول ان احنا نهدي من نفسنا علشان نقدر نتعامل معاهم. الموضوع ده بالمناسبة حلو قوي 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 جدا جدا مع الولاد. يعني كل ما تستغفري بنية ان ربنا يهدي لك ولادك، ما تستعجليش، مع الوقت هتلاقي الموضوع بيهدى جدا. بس دايما خليكي عندك يقين، يقين ان ده هيتحقق، يقين بالله. فالموضوع ده انا عملته بصراحة يعني في حياتي عموما مع اي حد، فالحمد لله الحمد لله حسيت ان انا هديت كتير جدا. انا بطبيعتي عصبية شوية، وللأسف ده عيب مش ميزة. بدأت ان انا اهدى شوية كتير عن الاول بالذكر والاستغفار. والموضوع بيزيد الحمد لله يا رب، دايما بيزيد معايا حبة بحبة. وربنا يجعلنا دايما كده يا رب نذكره ونعطر لساننا دايما بذكر الله، احسن من لساننا يبقى مش حلو والناس تكون مش قبل الناس. يعني الاهم في الاول وفي الاخر طبعا ان ربنا يكون راضي عننا، فطبعا الاهم هو رضا ربنا عننا. وطالما ربنا راضي عننا يعني هو سبحان الله، يعني ربنا لما بيرضى عنك بيحبب فيكي خلقه. فلما لسانك يبقى حلو مع اللي حواليكي، وما تبقيش متسلطة اللسان، وما يبقاش لسانك وحش وتقول اصل انا صريحة، واصل انا بقول للي اعور انت اعور في عينك. طبعا كل الكلام ده غلط جدا. الحياة صعبة يا جماعة، ولازم نعين بعض، ولازم ان احنا نهون على بعض الحياة الصعبة ديت عن طريق الكلمة الحلوة، وعن طريقة الحنية والاسلوب الكويس. حتى لو انت عندك مشكلة مع حد في حياتك، بلاش الاسلوب الوحش، وبلاش الكلمة الزايدة اللي الوحشة اللي ممكن تزعل اللي حواليكي. لا بالعكس، حتى لو ليكي حق عند اللي حواليكي، حاولي انك انت يعني تحتسبيه عند الله، وقولي يا رب انا ليا الحق، وانت عارف يا رب ان انا ليا الحق مع مثلا فلانة ديت جت عليا، فلانة دي ظلمتني، فلانة دي قالت عليا كلام مش كويس، كلام زعلني. فكله يا رب عندك انت، وانت اللي هتجيب لي حق في يوم من الايام. وطبعا مفيش احسن في الدنيا من ان ربنا اللي يجيب لك حقك. ويا ريت تسامحي كمان، يعني يا ريت مش موضوع كمان ان انت تستني الحق، لا انت كمان سامحي في حقك. وصدقيني مفيش احسن من الكلمة الحلوة. طبعا هنا خلصت الحمد لله زي ما انتوا شايفين. اظن يعني كان شيء وبقى شيء تاني خالص. بالشكل ده كده خليت المطبخ زي الفل، وحبيت بقى اروق على نفسي زي كل يوم. احنا متفقين، هو انا لو انا محدش يعني لو انا ما روقتش على نفسي، مين اللي هيروق عليا؟ مفيش حد هيجي يروق عليا، انا لازم اهتم بنفسي. وده كان نهاية الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.